السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضروا صابلي بحشو الشوكولا. الذوق تاعو من ألذ الأنواع. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة نتمنى انضمامك للقناة بضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، وأيضا ترك لنا تعليق إذا أعجبك الفيديو. بالنسبة لمقادير وصفة اليوم راح نحتاج 100 غرام من السكر ناعم، عندي هنا حوالي 250 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض، حبة بيض، 25 غرام من المايزينا أو نشاء الذرة، حوالي 7 غرامات فقط من الفانيلا، ونحتاج 50 غرام من اللوز اللي يكون مطحون. يعني بالنسبة لكمية اللوز تقدروا تستغنوا عليها، لكن راح نضيف لكم ذوق أكثر من رائع للصابلي تاعكم. وراح نحتاج أيضا 150 غرام من الزبدة مع رشة ملح. نجوزوا الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير. في الأول نديروا الكمية تاع الزبدة. لاحظوا القوام تاع الزبدة تاعكم كيف يكون، لازم القوام تاع الزبدة يكون طري. راح نضيف ايضا رشه تاع الملح، وراح نخدم الزبده نتاعنا شويه. نضيف الان الكميه تاع السكر الناعم. بالنسبه للسكر الناعم تاعكم لازم تكونوا مغربلينه هكذا، ونعاود نخلطوهم مع بعض. نضيفوا الان حبه تاع البيض. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الخلاط الكهربائي يعني تقدروا تخدموها فقط بالفوي اللي هو المضرب اليدوي. نزيد الكميه تاع الفانيلا هكذا، ونعاود نخلطهم كامل مع بعض. لاحظوا القوام اللي نتحصلوا عليه كيف يكون، يعني حتحصلوا على القوام يكون كريمي. راح نضيف الكميه تاع اللوز كما قلت لكم يعني اختياريه، يعني تقدروا تتخلاو عليها وتعوضوها فقط بالفرينه، لكن من المستحسن انكم تستعملوا الكميه تاع اللوز، يعني 50 غرام ماهيش بزاف، واللي ما يقدرش معليش تقدروا تخلوا عليها. نخلطها مليح، واذا استعملت اللوز من الاحسن انه يكون شويه محمص، يعني ما ديروهش ابيض، بيعطيكم ذوق رائع للصابلي تاعكم. هكذا نخلط مليح. راح نضيف ايضا نشاء الذره او المايزينا، ونبدا نضيف ايضا في الفرينه. حنا قلنا 250 غرام تاع الفرينه، لكن ما تستعملوهاش كامل، يعني نبدا نضيف غير بشويه فقط ونشوف. دائما نفضل انه نخدم بيدي احسن باش نعرفوا يعني القوام تاع العجينه تاعنا. لاحظوا نخدم غير بالاصابع فقط، ما لازمش تعجنوها كامل هكذا. نزيد الان الكميه اللي ما زالت تاع الفرينه، يعني نديروا لها 250، من بعد نشوفوا اذا نزيدوا لها يعني مغرفه صغيره او لا. انا قلبت العجين تاعنا على طاوله العمل. في الاخير لاحظوا معنا راح نضيف له فقط ملعقه كبيره من الفرينه، يعني استعملنا حوالي 270 غرام من الفرينه. هاد ندخلها غير هكذا فقط في العجين. الان واش نعمل، يعني كما تعودنا دائما في هذه الانواع من العجائن نبدا نفريزي في لاباط نتاعي بواسطه هذه المنطقه. لاحظوا معنا نبدا نقوم بهذه العمليه هكذا. يعني بهذه الطريقه راح تحصلوا على العجينه تاعكم تكون متجانسه وايضا ما تكونش معجونه، يعني راح نتحصل على العجين تاعنا يكون متجانس لكن بدون ما نعجنه هكذا حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي هكذا. يعني طريقه سهله وراح تعطيكم نتيجه يعني مضمونه ان شاء الله 100%. كما راكم تلاحظوا يعني العجينه تاعكم تكون شويه طريه، ما ديروهاش يابسه. نحطوا كيس بلاستيكي، نحطوا العجينه تاعنا،
الان راح ندخلوها للثلاجه وراح نخلوها ترتاح حوالي ساعه. هنا العجينه تاعنا راهي ارتاحت، راح نقسموها لجزئين هكذا. راح ناخذ الان اول قطعه، لاحظوا معنا نحطوها على كيس بلاستيكي، نزيدوا ايضا نغطوها بكيس ثاني هكذا، وراح نحكم الحله تاعنا ونبدا نفتح في العجين، لكن ما نديروهش رقيق بزاف، وايضا ما نخلوهش خشين. من بعد نحكموا الكيس تاعنا ونبداو نمشوا فقط في الحلال هكذا، يعني بيكون عندهم نفس المستوى هكذا. لاحظوا السمك تاع العجينه تاعنا شحال يكون، يعني ما تكونش رقيقه بزاف، وايضا يعني ما تكونش خشينه. الان راح نزيد نفتح العجينه الثانيه بنفس الطريقه هذه، وراح نديروهم في الصينيه ونخلوهم في المجمد حتى يتجمدوا، يعني نخلوهم حوالي نصف ساعه في المجمد راح تكون كافيه. بالنسبه للطريقه تاع التقطيع في الاول، لاحظوا يعني القوام تاع العجين تاعكم كيف لازم يكون صلب، لازم تخلوه حتى يجمد مليح. بالنسبه للقطعه انا اخترت هذا النوع اللي يكون كامل يعني سامبل هكذا احسن. انتم يعني تقدروا تستعملوا اي قطعه تفضلوها، لكن انا نفضل هذه الانواع احسن. كنحو دائما، لاحظوا باه ما نفسدوش الشكل تاع العجينه تاعنا، نقلب مباشره القطعه على سطح العمل ونبدا نضرب فيها بهذا الشكل. بسم الله. لاحظوا راح تهبط وحدها والشكل تاعها ما راحش يتغير. نزيد وحده ثانيه، يعني حاولوا انكم ما تضغطوش عليها فقط هكذا. والان نزيد، لاحظوا كيفاش تبقى محافظه على نفس الشكل ونفس القياس تاعها. بعد ما نكملوا نجهزوا الحلوى تاعنا كامل بهذا الشكل، الان راح ندخلها الفرن على درجه حراره 170 درجه. لكن ملاحظه جد مهمه، لازم تكونوا شاعلين الفرن تاعكم مسبقا على الاقل 20 دقيقه في 170 درجه، يعني لازم تخلوا الفرن تاعكم يسخن مليح، لانه 170 درجه درجه حراره الفرن تكون قليله. واذا كان الفرن تاعكم بارد، يعني الحلوى ما راحش تعطيكم نفس النتيجه اللي راح نشوفوها من بعد. لذلك لازم تسخنوا الفرن تاعكم جيدا. بالنسبه للكلمه كنا حضرناها في فيديو سابق، راح نتحدث عليها باختصار. بالنسبه اللي حاب يشوف الفيديو راح نخليكم ان شاء الله الرابط تاعو في صندوق الوصف، وايضا راح تلقاوه في الدائره البيضاء اعلى الفيديو. واش عملنا؟ حكمنا واحد بياض البيض مع 70 غرام من السكر الناعم، خلطناهم مليح. من بعد عاودنا حطيناهم فوق حمام مائي، نبقى نخلط في المزيج حتى تطلع درجه الحراره تاع المزيج، يعني كي نحطوا صبعنا لداخل ما نقدروش نتحملوا هذيك الحراره، يعني الحراره تاعو تكون عاليه. في هذاك الوقت ننزعوه من فوق النار ونبداو نخلطوا فيه بخلاط كهربائي حتى يتضاعف الحجم نتاعو قليلا، وايضا راح يولي المزيج دافئ. لما يولي المزيج تاعنا دافئ، هذاك الوقت نبدا نضيف في الزبده تدريجيا اللي هي 125 غرام. لما نكمل كامل الكميه تاع الزبده نزيدو نضربوه شويه. من بعد نضيفوا له خليط تاع الشوكولا والزيت. بالنسبه لخليط الشوكولا والزيت، هنا ذوبنا 70 غرام من الشوكولا وضفنا لها 20 غرام من الزيت، خلطناهم مع بعض. من بعد نضيفوها الخليط تاع الزبده ونبقى نضرب فيه حتى نحصلوا على كريمه متماسكه كما راكم تلاحظوا فيها. بعد ما نخرجوا الحلوى تاعنا من الفرن، لاحظوا اللون اللي لازم تحصلوا عليه، لازم اللون يكون ذهبي في الاسفل، لانه هذا اللون هو اللي حيزيد لكم ايضا في الذوق تاع الحلوى نتاعكم. الان راح نقلب كامل القطع تاعنا بهذه الطريقه وراح نخلوهم جانبا حتى يبردوا تماما. بالنسبه لطريقه التزيين هي طريقه اختياريه، انا اخترت البندق. هنا عندي 100 غرام تاع البندق، كنت حمصتها على نار قليله، يعني تقدروا تستعملوا الفول السوداني اللي هو الكاوكاو، او تستعملوا اللوز او حتى الجنجلان اللي هو السمسم الابيض، ايضا لازم تحمصوه يعني مسبقا. من بعد نبدا نكسر في البندق تاعنا بهذه الطريقه، يعني نحكم القطعه اللي نخدموا بها قلب اللوز ونبدا نكسر فيه. كي يكون عندكم البندق او الكاوكاو او اللوز يكون محمص، راح يتكسر بكل سهوله بهذه الطريقه. راح نحضر هذه الكميه وراح نحطها ايضا جانب. لي صابلي تاعنا راهم بردوا تماما. الان راح نعاود نحطهم في الصينيه بنفس الطريقه اللي طابوا بها، يعني الجهه العلويه تاع لي صابلي هي اللي راح نحط فيها الكريمه. الكريمه هنا رانا عملناها في كيس حلواني، وراح نديروا كميه يعني تكون مليحه في الوسط، لكن ما تمشوش الكريمه حتى الاطراف. واللي حاب ينقص في الكميه تاع الكريمه تقدروا تنقصوا، لكن صدقوني الكميه هذه راح يخرجوا عندكم لي صابلي والله غير الذوق تاعهم اكثر من رائع. نتمنى منكم فقط انكم تجربوا هذه الوصفه. وبنفس الطريقه ايضا يعني الجهه العلويه هي اللي حنلصقوا فيها الكريمه بهذا الشكل هكذا. نحكموا اول وحده خدمناها وراح نضغط كميه خفيفه فقط، يعني ما تضغطوش بزاف باه الكريمه نتاعكم يعني ما راحش تخرج لكم على برا. نحكموا البندق تاعنا الان اللي كنا كسرناه ونبدا نديرو في الاطراف، لكن ما نضغطوش على الحلوى من الفوق.
يعني الاصبع كي راه محطوط مانيش نضغط، لانه لو كان تضغطوا تبدا الكريمه تخرج لكم وراح تفسد لكم كامل الخدمه تاعكم. لذلك ما تضغطوش عليها من الفوق، ونبقى ندير في البندق تاعنا فقط على الجوانب. لاحظوا ما شاء الله النتيجه النهائيه اللي راح تحصلوا عليها كما راكم تلاحظوا. يعني الشكل تاعها راه بسيط بزاف، والطريقه تاع التحضير تاعها ايضا كانت سهله بزاف. لاحظوا معنا كي نقسموا الحبه كيف يكون في الوسط، يعني نسبه الكريمه حتكون نسبه معتبره، والذوق تاع هذه اللي صابلي اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.